ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا النهارده سؤال جديد على الزمن الدوري وعلى التردد في الوحده الجديده بتاعت الحركه الموجيه والحركه الاهتزازيه. تعالوا نشوف السؤال مع بعض. بيقول لك اذا كان خارج قسمه الزمن الدوري على التردد بيساوي الرقم ده. بيقول لك عايز عدد الذبذبات خلال 20 ثانيه. اول حاجه عدد الذبذبات ده اللي هو ايه؟ اللي هو الان، يبقى هو كده طالب مني الان. طب تعالى بقى نشوف هو عايز ايه. خارج قسمه الزمن الدوري على التردد، يعني هو قسم لك الزمن الدوري اللي هو تي على التردد اللي هو نيو، اداك ايه؟ اداك 1 على 625. طب هتقول لي ازاي اصلا هي عدد الذبذبات ما طلعتش معانا؟ طب ما انت خليك فاكر ان التي بتساوي تي سمول على ان. خليك فاكر برضو ان النيو بتساوي ان على تي سمول، صح ولا لا؟ فك بقى القوانين وعوض. طب ما انا عندي التي هشيلها واحط مكان القانون بتاعها اللي هو ايه؟ تي على ان. طب عندي النيو هشيلها واحط مكانها ده اللي هو ان على تي. كل ده بيساوي كام؟ 1 على 625. طب تعالى دي مش المقام بيطلع بسط ودي هتنزل تحت ولا لا؟ فهتطلع لك تي في تي، تطلع معاك تي تربيع على ان في ان بان تربيع برضه بتساوي 1 على 625. تمام، ركز بقى معايا. هو عايز عدد الذبذبات وعايز الان خلال قد ايه؟ 20 ثانيه. خلاص هشيل الزمن اللي هو 20 التي واحط مكانها كام؟ 20. عايزين بقى نجيب الان. طب ايه اللي في وش الان؟ الواحد، يبقى الان بتساوي جذر 6 2 5 في ال 20 تربيع. شوف هتطلع معاك بكام؟ وكده نكون حسبناها. سلام.